أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. معنى الفتنة هو الامتحان والابتلاء في بعض التفاسير، يعني الله سبحانه وتعالى لماذا يعطي لفلان ولماذا يحرم فلان، ولماذا فلان يكون عالما من بين فئة من الناس، أو لماذا يبعث فلان رسولا إلى الله سبحانه وتعالى. الآية الكريمة تقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هنا العلة الحقيقية لهذا التساؤل هو هنا، أتصبرون؟ هل تصبر أيها الإنسان على نعمة يصيب بها الله عز وجل فلان من الناس؟ هل يا ترى هذا الإنسان سيصبر على ما يصيب الناس من مال أو جاه أو سلطان؟ إذا صبر الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه جزاء الحسنى، وإذا كفر لا والعياذ بالله فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعله في مصاف المختارين ومصاف الصالحين ومصاف المؤمنين. إذن العلة الحقيقية من الابتلاء بعضنا مع بعض هو الصبر. هل نصبر؟ هل نحمد؟ هل نشكر؟ كل ذلك بعض الناس إذا أصاب فلان خير من الدنيا يكفر ويقول لماذا فلان يعطى وأنا لا أعطى، ما يصبر، حتى يمكن يوم واحد ما يصبر، شهر شهرين سنة سنتين ما يصبر، ويريد أن يكون في مصاف الأنبياء ومصاف المرسلين. طبعا لا يكون الأمر كذلك. أنت اصبر كما صبر الأنبياء، اصبر كما صبر الأولياء، اصبر كما صبر العلماء، اترك الأنبياء والأولياء كما صبر العلماء، فإن الله عز وجل إذا رآك صابرا أعطاك من الخير الكثير في الدنيا والآخرة. بعدين الآية الكريمة تقول وكان ربك بصيرا، يعني الله عز وجل يعرف حق المعرفة، بصير بعباده، يعرف يعطي لفلان ويمنع فلان لغاية ماذا؟ لغاية الامتحان. الفتنة المذكورة في الآية الكريمة هي الامتحان والابتلاء. أتصبرون؟ أيصبر بعضكم على بعض؟ والله سبحانه وتعالى يعلم ويبصر، خير بصير بعباده، يعلم لمن يعطي ويعلم لمن يمنع، والله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، والحمد لله رب العالمين.